تاريخ 17/10/2023. تأثير خل الخشب بمعدل 4 لتر الفدان على محصول الفاصوليا. أخبار حضرتك يا باشمهندس؟ الأول الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت بمعرفة حضرتكم الله يكرم حضرتك ومركبكم المحترم. الله يكرم حضرتك. طبعا أنا مش الفيديو ده مش دعائي، يعني أنا لا أمت بصلة للشركة. تمام. لكن دي قول حق وحسبي أمام الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرم حضرتك. الفاصوليا ديت زرعت حوالي ما يقرب من 15-20 يوم. كان من اتعرضت لصدمة عفان جذور نتيجة الأرض نفسها بتمسك مية شوية أو بتحتفظ بمية شوية، والري فيها تم بغزاره شويه او بنوع من عدم الوعي شويه. تمام. وكان حصل انه تم حقن كلوروبروفوس مع سولار عشان موضوع الملديره او خنفساء الموالح في الموالح اللي هي النموات الجديده ديت. تمام. فطبعا كان سلاح ذو حدين، فادنا في حاجه وضرنا في حاجه ثانيه، فتعرضنا لصدمه عفان جذور يقينا. وطبعا كان بالفحص عفان جذور بدون تحليل، لان ده شغل انا عارفه. كنت فاقد، يعتبر شبه فاقد الامل في ان الامور ترجع طبيعيه إن شاء الله. بالسرعه دي يعني. تمام. فطبعا برضه عشان موضوع توفير التكلفه والكلام ده كله، لان موضوعات العفان موجوده، منشطات الجذور موجوده، وانا على علم بها تماما، لكن القصه كلها احنا بندور على قصه تكلفه. بالقدر اتقابلت مع الباشمهندسين وعرضوا عليا خل الخشب. انا ما اشتغلتش بيه قبل كده، لكن سامع عنه كتير جدا وسامع عن نتائجه وسامع عن شغله المحترم. الا انه برضه انا من النوع اللي في شغلي بيحب التجربه. يعني انا حياتي كلها في شغل الزراعه من 25 سنه، من سنه 2000 لا اقتنع الا بعيني باللي انا شفته بعيني وجربته. ان شاء الله. تمام. بالفعل جربت وجازفت، بس طبعا المجازفه كانت بالنسبه لي بتوقيت محدود، لانه زراعه الفاصوليا او زراعه خضار العمر بتاعها يعني مش كتير. فزرعت نمو خضري، دخلت على تزهير، انتهى الموسم مع السلامه. صحيح. السنه صحيح. غير موضوع الاشجار والمعاملات بتاعتها. صحيح. فالباشمهندسين اقترحوا عليا مركب خل الخشب. حطيت المركب ووقفت على حجمه انا بنفسي، على اساس برضه الموضوع كان حياه امور بالنسبه لي. ان شاء الله. وحجنا، وكان الموضوع بالنسبه لي توقيت ايام معينه، ان لم الاحظ اي تحسن فورا هندخل بقى بمركبات عفان الجذور ومركبات منشطه الجذور وهندي رش ورقي وغيره. فبالفعل ضفت المركب. الكلام ده يوم الاثنين اللي فات او الثلاث اعتقد، النهارده هو الثلاث، يعني ما يقرب من ايام 5 ايام. يوم الاربعاء بالظبط، كان يوم الاربعاء تقريبا، يعني تقريبا في الحدود ديت. 3 ايام بالظبط بديت نلاحظ الى حد ما نتائج. 3 ايام. الخضار طبعا سريع، فالتغير فيه هيوضح. صحيح. 3 ايام بالظبط بديت نستريح الى حد ما انه انا ماشي في الطريق السليم، او ماشي بخطوات ثابته، او انا رايح للهدف اللي انا عايزه وماشي في طريق الصح اللي انا عايز نوصل له. 3 ايام لاحظت التجربه. سبت الارض بقى ما نزلتهاش، جيت النهارده اهوت الثلاث، يعني كده ايام محدوده. ادي نتيجه الزرع اهوت، بسم الله ما شاء الله. قولا واحدا زي ما بيقولوا، النبته دي والله لم تعامل والا برش ليف ماينر، غير كده لم تعمل باي رش تغذيه، غير كده لم تعمل بري ولا غيره. بعد الحجنه وقفت ري تماما، وقفت تثبيت تماما، وقفت المعاملات تماما، وادي النتيجه بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله ممتازه وزي الفل. وربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله هنكمل بيه. ان شاء الله. الموضوع ما انتهاش لحد كده، لا هنكمل بيه ان شاء الله رب العالمين، اثناء التزهير، اثناء الملء الحبات زي ما بقول، او ملء الجنون، هنكمل بيه ان شاء الله. المركب مركب ممتاز، مركب جيد، لا غبار عليه، نتائج واضحه اهيت. دي شهاده حق وحسب بها امام الله سبحانه وتعالى. برضه من الحاجات اللي هي جت معايا سنويه وكان لها تاثير جيد معايا، ولاحظتها اللي بالنسبه للموالح او البرتقانه اهوت. طبعا بسم الله ما شاء الله واضح كم من النموات الجديده اللي طلعت، وفي حين انه ده مش التوقيت بتاع النموات ديت، لان احنا يعتبر في داخلين على شهر 11 في فتره سكون، الا انه كان استجابه الموالح واضحه تماما بالنموات الجديده بالمنظر دهوت. ان شاء الله. فالله اكبر، ربنا سبحانه وتعالى ربنا يبارك لحضرتك، ربنا يبارك لحضرتك. متشكرين لحضرتك جدا، متشكرين جدا.